عارفين إن كانوا راجعين يجيلهم بلاغ على تليفون يسابقوا الزمن وينجدونا، لا نعرفهم ولا يعرفونا، بس ائتمناهم على مالنا وحياتنا وأرواحنا. صباح سالم اتوجه حريق المخزن على المخزن 35 شارع عباس العقاد باسم مدينة نصر. جالنا بلاغ الساعة 8:10 تحديدا في حريق كبير في بدروم عقار مكون من 12 طابق على مساحة 700 متر بالكامل. نظمنا العمل على خطتين، خطة للإخلاء أو مجموعة للإخلاء ومجموعتين للإطفاء، مجموعة من العقار من الأمام ومجموعة من الاقتحام من الداخل من الناحية الخلفية لرمب السيارات اللي بيؤدي إلى الجراج. ابتدينا ندور على المداخل الخاصة بتاعة المبنى وكان الدخان كثيف جدا. وجدنا مدخل واحد الحقيقة بالجهة الخلفية من المبنى وكان باب حديد ومسلسل بسلاسل حديدية عليه أقفال. إلا أنه الحمد لله ابتدينا نجيب الأجهزة والمعدات الهيدروليكية والمناشير وابتدينا نخش. كنت أنا رئيس مجموعة الإخلاء. تم بالفعل الصعود للعقار وإخلاء معظم السكان ونقلناهم على الجزيرة الوسطى لشارع عباس العقاد. أصدرت أمر إن الضباط تطلع بقى خارج البدروم ونبتدي نشتغل في العمليات المكافحة من الخارج. حضر إلينا حارس العقار وأشار إن في مجموعة من السكان فوق في الدور الأخير، الدور ال 12 فوق الأرضي، ما يخلوش نزلوا وهم دلوقتي في حالة ذعر وخايفين وعاوزين ينزلوا. أخدت الكشاف بتاعي ومعايا الحارس وتوجهت لمدخل العقار وطلعنا على السلالم وقضأنا السلم لأن احنا كنا فاصلين الكهرباء والغاز الطبيعي عن باقي العقار. لازلنا عدد 15 واحد وعدناهم الناحية الثانية على الجزيرة الوسطى في شارع عباس العقاد، وفجأة حدث انهيار العقار بدون سابق انذار. فقدنا 4 ضباط و9 من قوات الاطفاء. نالوا الشهاده اللي كلنا بنتمناها ومتوقعينها في اي يوم واحنا طالعين بلاغات يوميا داخل القاهره. في كل موقع بيقوموا بواجبهم، وفي كل موقع حياتهم وأرواحهم معرضة للخطر، لأن مهمتهم إننا ما نتعرضش للخطر من واحد مستهتر أو إنسان غير ملتزم. يأمنوا لنا طريق نمشيه وأمان نعيش فيه. في سيارة حمولتها شاذة فيها بروز جانبي خطير وبروز خلفي خطير يمثل خطورة على مستعملي الطريق. المرحوم الملازم إبراهيم وادى تعليمات لقائد السيارة بالوقوف أقصى يمين الطريق متجاوزا الطبان. اقف على اليمين، اقف على اليمين، حضر على اليمين. بالفعل العربية استقرت وقفت تماما بعد الطبان بحوالي متر. العربية الإغاثة وقفت قدام العربية. سائق سيارة الإغاثة قام باصطحاب عدد كافي من الأقنعة الفسفورية وحطها خلف السيارة المخالفة. في الوقت ده جت سيارة 3/4 وطبعا بعد كده لو معوش رخصة قيادة اصطدم بالمرحوم إبراهيم ثم بقائد السيارة مرحبا بعدد ما قدمت من خدمات وإحسان للناس، بعدد ما راعيت تراب البلد دي، بعدد قطرات الدم اللي نزلت منك على رمل البلد دي وفداه. الله يرحمك. ومهما مرت السنين لازم تبقى في قلوبنا ذكرى ناس وفوا بالقسم إنهم يحموا كل بريء وتفضل جواهم إنسانيتهم، عشان هي دي حقيقتهم، بشر سواعدهم بتحمي الخير وأرواحهم تضحي للغير.
عيد، والسبب حلم الشهيد يحلم لغيره بالحياة ويبتسم ويموت سعيد. كل يوم بنعيش عيد، والسبب حلم الشهيد يحلم لغيره بالحياة ويبتسم ويموت سعيد. انخط ملامحه في الصور، روحه ترفرف عالشجر، نحلم معاه لما انتصر ونغني للشهداء النشيد. ملامحه في الصور، روحه